قصة حياة هتلر. الوصف: أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية، ولد في الإمبراطورية النمساوية المجرية، وكان زعيما ومؤسس حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف باسم الحزب النازي. حكم ألمانيا النازية في الفترة ما بين عامي 1933 و 1945، حيث شغل منصب مستشار الدولة في الفترة ما بين عامي 1933 و 1945، والفوهرري في الفترة ما بين عامي 1934 و 1945. ويكيبيديا. تاريخ ومكان الميلاد: 20 من أبريل 1889 برونو النمسا. تاريخ ومكان الوفاة: 30 من أبريل 1945 قبو الفوهرري. الطول: 1.75 متر. الزوجة: إيفا براون، متزوج 1945 إلى 1945. إن عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناة.